اهلا بيكم في مطبخ نشوى الخطيب. طبعا شايفين الكيكه البسبوسه الحاجات الجميله اللي بتتعمل في الشتاء، حاجه كده تحفه. رحت بقى طنطا قفشوني قالوا لي تعالي اعمل لنا كيكه، واللي عايزه بسبوسه واللي عايزه كيكه بالبرتقال واللي بسبوسه عملت لهم. نبتدي نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونصلي على الحبيب المصطفى عليه افضل الصلاه والسلام، وما تنسوش الدعوه الحلوه من كل اب يوم بالرحمه. ربنا يرحمهم ويغفر لهم ويسامحهم هم امتنا جميعا يا رب العالمين. هبتدي الاول بالكيكه بتاعت بنت اخويا، هي حابه تعملها ببشر البرتقال. قلت لها من عينيا الاتنين هعمل لك احلى كيك ببشر البرتقال بنفس الطريقه بتاعتي اللي انا بعملها دايما. 4 بيضات، سمي كده الله وربنا يحسن ما بين ايدينا جميعا يا رب. 4 بيضات بالظبط كبار، باكوين فانيليا. فضي الباكوين الفانيليا لما بتحطيها على البيض بتفسد الزفارة، زي لما بتيجي تطبخي بيها وتعملي البيض تحطي عليه شوية فلفل اسود وشوية ملح بيفسدوا الزفارة. اما وانت بتعملي حلويات بتحطي الفانيليا عليه الاول يفسد الزفارة، ما يبقاش فيه ريحة زفارة خالص. هضربهم بقى بالمضرب الكهربائي. انا كنت عاملاها معاكم قبل كده بالمضرب اليدوي، بس انا حبيت بقى من كميه انا عملت لنفسي بس ما صورتهاش. عملت اول ما قالوا لي عايزين نعمل كيكه واللي عايز بسبوسه، قلت ابتدي لنفسي كده ونسمي الله، وعملت ليا صينيه كبيره بسم الله ما شاء الله، طلعت جميله جدا. بس ما فيش نصيب ان انا اصورها. صورتها بس بيبقى في الاخر صوره كده هتشوفوها في الاخر خالص، الصينيه الكبيره اللي كان مقطوع منها. هننزل بكوبايه زيت ذره، نفس المعيار اللي هتعايري بيه اللبن هتعايري بيه الدقيق، هتعايري بيه السكر، هتعايري بيه الزيت. تمام كده. صينية حلوة كبيرة كده محترمة، بتبقى عالية وحلوة، بتاخد كوباية لبن، كوباية وربع سكر، كوباية زيت ذرة، كوبايتين ونص دقيق، 4 بيضات، باكوين فانيليا، باكوين بيكنج باودر من الشيف، حلوين قوي بيخلوا الكيكة تحفة. تمام كده. المضرب كده يكون شغال معاكي، يخليلك الكيكة تحفة. وكوب اللبن وكوب وربع سكر، ربع السكر اهو، كوب وربع. بنقول المقادير معانا الكيكه العاديه اللي بنعملها العاديه خالص عليها بشر برتقان، او مش لو حابه تحطي مفيش مشكله. كوبايتين ونص دقيق، كوبايه لبن، كوبايه زيت ذره، كوب وربع سكر، باكوين فانيليا، باكوين بيكنج باودر الشيف، حاجه كده تخليها لك تحفه وعاليه وجميله. حابه بقى تضيفي بقى شويه بشر برتقان، عايزه تقللي. بصي انا هعمل لكم دي بقى بشر برتقال في واحده بقى، الصينيه التانيه حبيت ان انا اعمل لها نص لبن ونص عصير برتقال، طلعت تحفه. طلعت بسم الله ما شاء الله، كانت بتاعت مرات اخويا دوقتها لي تحفه. دول حوالي 3 برتقان بشر، بيدوها طعم وبيدوها ريحه كده حاجه جميله. باكوين بقى اهو بيكنج باودر الشيف تحفه. دول بقى البيكنج باودر ده جميل قوي، حطيتهم وضفتهم على كوبايتين ونص دقيق. ده المطبخ بتاعي في طنطا، رحت البلد، ده المطبخ بتاعي هناك في الشام. نضيف بقى عليهم كده والمضرب شغال. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. وصلوا على الحبيب المصطفى يا جماعه عليه افضل الصلاه والسلام. بدايه سنه جديده، سنه جميله، يجعلها سنه الخير والبركه والصحه والرزق، ويرزق كل مشتاق يا رب بالذريه الصالحه، ويشفي كل مريض ويرحم امواتنا يا رب العالمين. تنسونوش من دعوه حلوه من قلبي منكم بجبر الخاطر والستر يا رب والصحه، اللهم امين. نداوي بقى كل الدقيق ده ونضربه ضربة حلوة كده عشان ميبقاش في حاجة مكلكعة ولا أي حاجة. نكون مجهزين الصينية بتاعتنا، ندهنها زبدة أو زيت ونرش رشة دقيق وتبقى زي الفل. فرن شغال لأن كانت الكيكة بتاعتي خلصت وطلعتها، كله هيدخل ورا بعضه. صراحة ما كنتش ناوية أصور
عملت الكيكه بتاعتي اول ما قالوا لي عملتها وخلصتها. بس جيت بقى قلت لا اما اصور بقى كده ايه اوريكم. ننزل كده نقول بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا الجمال. دي مش كلكعه، ده قشر البرتقال، بس ايه طلع تحفه. الريحه كانت قلب البيت. تطلع عاليه وتطلع جميله ان شاء الله زي الفل. نخبط بقى على الرخامة أو على الأرض. أنا فضلت الأرض بقى كده عشان إيه؟ كل الهوا والفقاقيع دي تطلع، عشان تبقى ناجحة معاكي. تخرجي كل الهوا كده، اخبطي اخبطي ولفي. نيجي بقى هنا. بنت اخويا قالت لي عايزه، جابت لي كيس بسبوسه، قالت لي اعملي بسبوسه. قلت لها تمام. صينيه الكيكه دخلت الفرن، نعمل صينيه البسبوسه. تمام كده. كنت قايله لها المقادير وجابتها لي. في غلطه هنا بقى عايزه اقول لكم عليها. الزبده كانت ساقعه. انا بقى طلعت غبيه وحطيت اللبن الرايب ساقع. يعني عملت اعاده تدوير وهتعمل زبده بقى وتكور بقى معايا. فبس صرفت وعملتها. بصوا بقى. لبن ساقع مع زبده ساقعه. ابتدت بقى مضربها بالمضرب. ابتدت تتجمد وتعمل زبده بقى تاني. فاتصرفت، استنيت عليها شويه وحطيت الطبق على الفرن، البوتاجاز من فوق والفرن شغال. يعني رطبتها شويه كده وهديتها. ضربتها بالمضرب، ضربت معايا وبقت زي الفل. مفيش اي حاجه تبوظ معانا الحمد لله. تمام كده. ضربت الزبده مع اللبن وباكو فانيليا او باكوين. وحطيت بقى ايه باكل البسبوسه كله. الكيس البسبوسه هو مع السكر. يعني البسبوسه دي داخلها كل حاجه. هتحط لها بس الزبده والفانيليا ونص بيكنج باودر عشان تنفشها كده وتبقى حلوه. مديكيش لبن رايب حطي زبادي، مفيش اي مشكله. عايزاها حلوه تبقى مظبوطه كده، ما تحطلهاش بيكنج باودر، مفيش اي مشكله برضو. كده شغال وكده شغال. يعني لو انت جايبه البسبوسه الجاهزه، الكيس ده بيبقى فيه كل حاجه والسكر بتاعه مظبوط وكله فيه. تحط بس اللبن الرايب او علبه الزبادي الكبيره مع قطعه الزبده ونص الباكو البيكنج باودر وباكو فانيليا. وطلعت جميله وزي الفل. وكان عندنا بقى الشربات جاهز، جايباه معاه جاهز. سقت لها بيه، كان ساقع. طلعت السخنه سقت لها بيه على طول. تمام زي الفل كده. حلوة ولا سايلة ولا لابسة، يعني حاجة كده مظبوطة. جيب الصينية بقى كده وننزل بيه بسم الله الرحمن الرحيم. ودخل الفرن كله ورا بعضه كده. هزة بسيطة كده ودخلتها الفرن. نيجي نقول بسم الله الرحمن الرحيم بقى لصينية الكيكة التالتة. دي بتاعت بقى مرات اخويا. لبن وعصير برتقال وزيت واتنين بيكنج باودر واتنين فانيليا وكوبايتين ونص دقيق. وبسم الله ما شاء الله اللهم صل على النبي، طلعت زي الفل. دي اللي انا دقتها تحفة تحفة تحفة. 4 بيضات اضربهم بالمضرب كده ضربة كويسة وحلوة كده ما تبخليش. متنسونيش من اللايك. اللايك اهم حاجة. الناس اللي بتدخل تشاهد وبتنسى اللايك خالص، لا يعملوا لايك. وبشكر كل الناس مرة تانية وتالتة ورابعة وعشرة. بشكر كل حد كتب لي كلمة حلوة، ساب لي كومنت، عمل لي مشاركة. بشكركم جدا جدا، ربنا يخليكم. بشكر كل من خارج مصر وجوه مصر ومن جميع الدول. بشكركم من كل قلبي. ربنا يديمكم في حياتي يا رب. نعم. ضربنا البيض بتاعنا. ظبط كده. ننزل بالزيت، كوباية زيت ذرة، زيت تموين، زيت آلية اللي انت عايزاه. بس انا بفضل ان انا اعمل بزيت ذرة، بيبقى خفيف وحلو كده. والمضرب شغال معايا. انزل بشوية عصير البرتقال. شوية العصير البرتقال ده نص كوباية فرقت كتير جدا. فرقت عن الصينيتين الاولانيين بجد. كانت مخليه لون الكيكة تحفة. انا لو كانت الكيكة بتاعتي كنت قطعتها وريتها لكم والله. بس للاسف يعني انا عامله لهم، انا ما رضيتش اقطعها، حبيت انا انزل لهم الصواني كده. احنا في بيت واحد. حلوه كده. وضفت نص كوبايه اللبن والسكر والمضرب شغال. حاجه سريعه وكلها ورا بعض كده من غير اي ترتيب، طلعت تحفه.
ايدك شغالة والمضرب شغال. اهم حاجة فرنك يكون على 180 درجة شغال سخن. اتنين بقى شيف اهو، بيكنج باودر شيف تحفة. البيكنج باودر ده هحطهم على الكوبايتين ونص دقيق، نفس المعيار تعايري بيه السكر والزيت والدقيق واللبن عشان تطلع معاكي كيكة ناجحة. والدقيق يكون متعدد الاستخدام، يعني تعملي بيه كل حاجة، الحلويات كل حاجة، دقيق نضيف درجة أولى. ظبط بقى آخر صينية وكله يعني يا دوبك دخلت الصينية دي طلعتها، دخلت البسبوسة تحتها طلعت دي فوق، ايدي شغالة. بصراحة التفاعل عندي على البيتش بتاع الفيس بسم الله ما شاء الله، بيتفاعلوا معايا كويس قوي وبيعملوا مشاركات. ربنا يخليكم بجد، ناس انا معرفهاش بيدعموني بكلمتهم الحلوة، بلاقي دعوة حلوة منهم بفرح جدا. لما بلاقيكم بتشاركوا بتكتبوا لي كومنت حلو، دعوة جميلة، بفرح جدا ان بقى ناس بتحبني. حرمش منكم، ربنا يخليكم يا رب، يدومكم يا رب في نعمة في حياتي. بصوا بقى جميلة ازاي، مضرب كده بيلف وبيتدلع فيها. زي الفل. جهزنا الصينية برشة بدهنة سمنة أو زيت ورشة دقيق، وننزل بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا الجمال، بصوا الحلاوة، تحفة تحفة تحفة، بسم الله ما شاء الله. بصوا جمال الصواني بقى، بصوا بقى الصواني، صينية البسبوسة، صينية كيكة، صينية كيكة، الصينية الكبيرة اللي النمادي دي كده، الكبيرة دي بتاعتي. يا رب يعجبكم واشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.